أهلا بكم في حلقة جديدة من الكورة مع حافظ وأحمد. النهاردة بنتكلم عن قمة السوبر المصري، والأهلي يثبت مرة تانية إنه ملك الكورة في مصر. شفنا مباراة كلها إثارة، هجمات سريعة وتمريرات حاسمة ولحظات قلبت الماتش رأسا على عقب. إيه أهم لقطة؟ مين كان نجم الأهلي الحقيقي؟ وأين أخطأ الزمالك؟ خليكم معانا هنعمل تحليل كامل لكل ثانية في الماتش ونكشف كل أسرار فوز الأهلي اليوم. الرحمن الرحيم. وجينا لكم بعد نهاية مباراة السوبر، والحمد لله الأهلي كسب 2-0 الحمد لله بهدفين بن شرقي ومروان عطية، والحمد لله بعد ما خلصنا ونفس التوقعات اللي احنا كنا قلناها امبارح ما بين الشوطين ان الأهلي هيكسب 2-0، وزي ما احنا توقعنا ان بعد التغييرات اللي احنا قلنا عليها ان الزمالك هيبدأ يهاجم والأهلي هيرد عليه بالهجمات المرتدة، وده اللي حصل في الجول الثاني. واحنا هنحكي معاكم دلوقتي وطبعا احنا هنحكي معاكم مقدما ان طريقة الهدفين دخلوا ازاي، وان تفكير المدرب الجديد اثر على اللعيبة ازاي، والخطة بتاعته مشيت ازاي. وطبعا الف مبروك ثانيا للاهلي وللمدرب الجديد، اول بطولة ليه والجماهير، وان شاء الله تبقى هي دي البداية للموسم الجديد. وزي ما احنا تعودنا من الاهلي ان بدايته من السوبر، نبدأ بقى ناخد البطولات في الفترة الجاية بإذن الله. كابتن أحمد، أهلا ألف بك. مبروك. الله يبارك فيك. فرحة غير عادية. أكيد طبعا الزمالك طبعا بيبقى ليها طعم تاني طبعا. طبعا لا اختلاف خاص، يعني عكس أكيد لو كنت قابلت بيراميدز. أكيد الواحد في بيراميدز لا مبقاش ليها طعم غير لما بيكون على الزمالك طبعا. طيب جمهورك مستنيك وطرح عليك أسئلة كتير. طبعا عايزينك تقول لنا مين كان نجم المباراة اليوم. طبعا انا شايف ان من وجهة نظري نجم المباراة واحمد السيد زيزو، طبعا بتحركاته في الملعب. انا شايف ان هو كمان اثبت لي ان هو لعيب كبير، من جهة ان هو كان متماسك نفسيا بعد طبعا اللي حصل من الجماهير، وان هو فضل ماسك نفسه ومركز في الملعب وبيتحرك شمال ويمين. وبعد الاداء اللي احنا شفناه طبعا والضرب اللي كان عليه في الشوط الاولاني، هو قدر يمحي نفسه يمحي عنه الحاجات دي كلها ويركز بس في الكوره، والحمد لله ان هو ادى اداء اللي احنا كنا متوقعين منه، وان هو لاعب كبير وهيستمر معانا على نفس هذا النسق ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايزينك تعرفنا الاهلي كسب ليه النهارده؟ طبعا هو الاهلي كسب بالتفكير اللي احنا كنا قلنا عليه، الخطه بتاعته اللي هو بداها يستروب، الثلاثي الهجومي هو الاساس في التغييرات بتاعته، في الشفتات اللي بتحصل ما بين زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وجراديشار قدام بيسلمهم، وطبعا هم معتمدين تحتيهم ديانج ومروان عطيه والتحركات بتاعتهم. لان انا لاحظت ان في الماتشين بتاع سيراميكا هو بتاع الزمالك ان في خطه مرسومه من اليستروب، التحركات ما بين هاني وديانج وزيزو وبن شرقي، التحركات معاهم دي ليها طريقه معينه، اعتقد ان المدرب محفظها لهم وماشي على نفس النسق الماتشين. وهتلاقي حتى الجون الاولاني بتاع تريزيجيه الماتش اللي فات هتلاقي بنفس الطريقه، ان محمد هاني بيتحرك لقدام، زيزو وبن شرقي ينزلوا يتحركوا مع بعض، ده بيعكس مع ده في الكوره، وبينزل وبيتحرك وراهم اليو ديانج بيخش برضو على جهه اليمين، وبعد كده زيزو زي ما انت شفتوا رفع الكوره وصلت لتريزيجيه في المره الاولانيه، والمره الثانيه وصلت لبن شرقي، وتعامله بن شرقي في الكوره دي كان تعامل عالمي، ان هو هدي على الكوره، واول لما نطت شاطها بوش رجله في الزاويه العكسيه لمحمد عواد اللي هو اتثبت في الكوره، وكان متوقع ان هو هيحطها له. وانا اتوقع ان ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى احسن باذن الله. ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي عايزين تقييمات، هنمسك لعيب وتعطينا تقييم كام من 10. لو قلنا محمد الشناوي امبارح عمل غلطتين بس ممكن نغفر له فيهم، لان في كوره طلع عليها غلط اللي هي الجون اللي ما اتحسبش، وفي كوره قبليها برضه طلع عليها خطأ برضه وكانت هتتسبب في هدف، فنقول له 8 من 10 بالنسبه لي للاداء الثابت اللي في الفتره الاولى في الماتش. يعني ياسين مرعي 7 من 10 لانه برضه كان غلط في كوره وكانت ممكن تعمل مشكله لينا. 7 من 10. ياسر ابراهيم 7 من 10 برضه في الاداء. محمد هاني انا وجهه نظري ان هو امبارح كان ماتش حلو بالنسبه له، بس كان في كوره اللي اتلعبت من وراه نديله 8 من 10 يعني.
عندنا احمد كوكا. احمد كوكا برضو ياخد 7/10 برضو، نفس الحكايه. مروان عطية. لا، مروان عطيه واليو ديانج دول 9/10 او 10/10 يعني، لان ادائهم امبارح كان اداء 10/10. هو واليو ديانج، لان ادائهم امبارح كان دفاعيا وهجوميا اعتقد ان هم كان من احسن الحالات اللي كانوا فيها من الفتره الاخيره يعني. احمد سيد زيزو. زيزو طبعا هو الملك طبعا، 10/10 ان هو يستحق امبارح بفكره وطريقته في اللعب وتحركاته في الملعب شمال ويمين وفي النص، وينزل يستلم الكوره ويسلم. اتوقع هو يستاهل 10/10 صراحه. اشرف بن شرقي 9/10. محمود تريزيجيه طبعا الواضح ان هو كان شكله كان مصاب قبل ما يلعب وما رضيش يقول، لان تحركاته كانت في الملعب خلى عمر جابر هو يبقى اللي ماسك عليه الشغل. وانا شايف ان هو لا، اداؤه امبارح ما كانش احسن حاجه، وتحس ان هو ما كانش مظبوط. وبرده في جزئيه برده انا لاحظتها فيه، ان هو في الحته برده الشوط برده محتاج كان يباص، لان في كره اللي شاطها وحطها في ايد عواد دي كان قدامه احمد زيزو كان فاضي، كان المفروض يبصها له. ما اعرفش ليه هو شاطها على طول، اللي هي مش الشوطه الاولانيه اللي جت جنب اللي جت في ايد الجون وطلعت، لا الكره اللي مسكها عواد اللي هي اللي فيها الاتصاب فيها وخرج فيها دي. كان عنده الناحيه الثانيه احمد زيزو، والتحرك بتاعه كان المفروض كان بصها له يعني. جراديشار طبعا قبل الاصابه يعني كان شايف ان هو كمهاجم يستلم الكوره ويسلم كان كويس يعني امبارح، ولكن برضه 7/10 6/10 مش اكتر من كده. طيب محمد طاهر. لا، طاهر امبارح يعني الحبه اللي نزلهم امبارح يعني اتوقع ان هو يعني 8/10 او 7/10 بسبب ان هو اللي عمله امبارح الجري، وطبعا الاسيست اللي عمله الجميل يعني. تمام. يعني طب تقييمك للمدرب نفسه من خلال قراءته؟ المدرب قرايته للمباراه انا شايف ان هو امبارح كان يعني ارى الزمالك كويس، ان هو برضو لما هاجم عليهم في اول الماتش وسابهم بعد كده لما بداوا هم يهاجموا بدا يلعب على التحولات الهجوميه ويلعب على الكونتر اتاك. دي كانت حاجه كويسه. انا شايف برضو تغييراته كانت منطقيه. اخر 10 دقائق خلاص اللعيبه كانت بذلت كل المجهود اللي عندها، وكان لازم يدافع لان الزمالك كان بيهاجم بكل اللعيبه كلها. وانا شايف ان هو يتصبر عليه شويه هيجي منه ان شاء الله. طيب السؤال الاخير اللي بيطرحه الجمهور، هل الاهلي فعلا كان قوي امبارح ولا بسبب ان ضعف الزمالك ومستواه ما كانش كويس؟ لا اعتقد ان الاهلي مش محتاج يتقال ان هو كان بسبب ضعف الزمالك. لا، الزمالك كان كويس امبارح لدرجه ان هو في الشوط الثاني كان ممكن يجيب التعادل او كان ممكن يجيب جون ويقرب من التعادل يعني. رايك في الحالات التحكيميه؟ بيقولوا ان اشرف بن شرقي الكره جت في ايده في الجون الاول. والله الكره ما جاتش في ايده، باينه قوي انها ما جاتش في ايده، حتى لو كانت لو جت في كتفه هنا تحسب الهندس من اول هنا، هي الكره جايه الناحيه دي كده. ولكن ما نقدرش نتحكم. لا، ضربتين جزاء انا ما شفتش غير واحده بس اللي ممكن يبقى فيها شك، والحكم راجع الفار وقالوا له ما فيهاش حاجه. هو اصلا الحكم كان شايفها من الاول يعني، حتى الحكم لما الكره عدت الحكم كان وراهم، وكان زاويه الرؤيه كانت واضحه بالنسبه له 1000000%، وشايف حتى هو قبل ما يرجع للفار الحكم قال ما فيهاش حاجه، لان محمد هاني ما كتف بكتف، ما هوش في ظهره مثلا او هو في جنبه، لا ده كتف في كتف، وما اداروش الزقه اللي هي اللي تستاهل انها تبقى ضربه جزاء. اما الكوره الثانيه، الحاله الوحيده اللي انا شفتها امبارح في الماتش وكان فيها مشكله، اللي هي الكوره اللي الفاول ورجعت علينا بهجمه، اللي هي الفاول اللي اتحسب واحمد سيد زيزو وشاطها. الكوره دي انا مش عارف هو حسبها هندس، مع ان اللعيب كان نازل على ايده وكان في الوضع ما يسمحلوش ان هو يحرك ايده او يغير يعني يغير وضعيه ايده. دي اللي انا شايفها ان الفاول ده ما كانش يستاهل ان هو يبقى فاول. لكن كتحكيم في الماتش كله انا شايف ان هو كان كويس وكان حازم في قرارات كتيره بالنسبه للانذارات والكلام ده. شكرا كابتن احمد، طبعا انتظرك في حلقه قادمه طبعا، واختيارات حسام حسن اللي عليها كلام كتير قوي. ان شاء الله انتظرونا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونرجع لكم دلوقتي في شرح الهدف الاولاني. زي ما احنا قلنا التحركات بتاعت هاني وبن شرقي وزيزو، واحنا نقدر هنا نشوف ان بن شرقي، شوف هنا كان معاه محمود الونش، وهنا محمد اسماعيل كان مع احمد السيد زيزو. نشوف بقى هنا التحركات اللي حصلت، وديانج هنا في نص الملعب. هنا الكرة راحت لمحمد هاني. محمد هاني احنا نقدر نقول الونش هنا شوف وصل فين طبعا، واحنا شفنا هنا تحرك بتاع زيزو اخد فتوح هنا معاه وجراديشار مع محمد اسماعيل. ونشوف بقى هنا اللي حصل دلوقتي ان محمد هاني باص الكوره لاحمد السيد زيزو. ونقف بقى هنا في الحته دي، شوف هنا محمود الونش وصل فين.
وهنا محمد شحاته وصل متاخر طبعا لاحمد السيد زيزو. وهنا شوف بن شرقي وصل لايه. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان الفتره الاخيره ان يستروب بيحاول يخلي ان الثلاثي ده يتحرك في هذه المنطقه، ويتبادلوا الادوار ما بينهم وبين بعض. طبعا احنا نشوف طبعا العرضيه طبعا من احمد السيد زيزو مش محتاجه كلام. هنا بقى نبص في الحته دي ان محمد اسماعيل هو ما هوش عارف دلوقتي هيقابل اشرف بن شرقي ولا جراديشار. طبعا الكوره عدت معاه، عدت من فوقيه بحاجه بسيطه. هنا بقى نقف في الحته دي نشوف هنا الفرق ما بين اللعيب الكبير واللعيب اللي هو ايه العادي. اللعيب الكبير وقف وهدي على الكوره، استنى لما كوره نزلت على ارض الملعب، ونطت النطه الاولانيه وشاطها بوش رجله الخارجي في الزاويه البعيده اللي ثبت فيها عواد. ونبص عليها تاني هنا ونشوف. ده اللي احنا كنا بنقول عليه في الفتره الاخيره. في التاني بقى ونتكلم في الحته اللي احنا قلنا عليها في الشوط التاني، ان الزمالك هيبدا يهاجم ويضغط بكل الخطوط بتاعته. وهي الكوره كانت في الاول مع الزمالك، وناصر ماهر رفعها، هنا وقف عليها ياسين مرعي. هنا بقى نبص هنا الكوره دي قبل ما نرفعها نشوف هنا موقع مروان عطيه. طبعا مروان عطيه حطها بوش رجله هنا لطاهر محمد طاهر، واحنا عارفين ان طاهر سريع. ونبص برضو في الجزء هنا على اشرف بن شرقي واحمد السيد زيزو، ونشوف تحركاتهم بعد الكوره. طبعا هنا مروان هدى لما شاف ان اشرف بن شرقي واحمد اتحركوا، تحس ان هو هدى شويه. والكوره هنا نشوف هنا بقى تحرك احمد السيد زيزو، هيجي من ورا طاهر محمد طاهر، اساس ان هو يلعب بصيله الكوره، فطاهر دخل بالكوره. هنا نشوف بقى مروان عطيه وصل فين. هنا مروان عطيه لما لقى ان اشرف بن شرقي دخل جوه، هو بقى على منطقه الجزاء، لان المفروض انه في واحد بيتحرك على العارضه القريبه وواحد يتحرك على العارضه البعيده. فاحنا هنا ان مروان فضل واقف مستني الكوره، واستلمها وما استلمهاش، شاطها فيرست تايم في الارض، وعملت بند في الارض ودخلت في الجول. فان احنا نقول ان الكوره دي مثال جميل للهجمه المرتده السريعه.